السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، أخباركم إيه؟ لعلكم بخير إن شاء الله وبأحسن حال. إن شاء الله بإذن الله قررت إني أعمل سلسلة هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله عن الأحلام الدالة على الإصابات الروحانية، وهنتكلم عن إزاي أعرف إني عندي إصابة روحانية أو لا، وما نوع الإصابة الروحانية، وإن شاء الله في الآخر هنتكلم عن كيفية العلاج وكيفية التشافي من هذا المرض بإذن الله تعالى. طبعا بصفة عامة موضوع الإصابات الروحانية هذه شيء منتشر جدا جدا جدا، يعتبر بيمر على كل بيت، يعتبر بيمر على كل أسرة. فهذا الشيء ليست بالسهل وليست بالهين، وليست أننا لا نأخذه في الاعتبار، لكن يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر، وأن نهتم بكيف نعالج هذا الأمر، وأن نتفادى هذا الأمر أن يحدث، ونتفادى أن نصاب بهذه الأمراض إن شاء الله تعالى. بداية هنتكلم أول شيء نتكلم عن ما أنواع الإصابة الروحانية. بالنسبة لأنواع الإصابة الروحانية هي لها أكثر من نوع، لكن في الآخر هو إصابة بجن. تمام. الإصابة الروحانية ربما تكون مس، ربما تكون عين، ربما تكون حسد، ربما تكون سحر، وهذا أقل نوع وأقل صنف من الأصناف التي تصيب البشر. أما أكثرهم وهو العين والحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكثر أهل القبور من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين. وقال أيضا: إن العين تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. لكن نحن نتهاون ونتساهل في هذا الأمر، لكن هو أمر ليست بالهين وليست بالسهل. إن شاء الله تعالى نسرده باستفاضة بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. اليوم سنتحدث عن بعض أو جزء من الأحلام أيضا التي تدل على الإصابة بالحسد. الأحلام هذه حتى نقول إننا عندنا إصابة يجب أن تكون متكررة، خاصة أي أحلام تكررت أكثر من مرة، فهنا نبدأ أننا نتحسس على موضوع الإصابة وعن الرقية وهكذا. أما إذا رأينا رؤية عابرة فلا تعتبر إصابة روحانية ولا تعتد أنها إصابة روحانية. فالنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن 5 أحلام، وإن شاء الله في الفيديو القادم هنتكلم عن رموز أخرى وعن أحلام أخرى إن شاء الله تعالى. فأول رمز وهو أن يرى الشخص في المنام أن شخص بعين صفراء أو بعين زرقاء ينظر إليه ويدقق النظر إليه، فهذا من ضمن الرموز التي تدل على أن الإنسان مصاب بعين أو حسد، لكن تكون متكررة مثل ما قلنا. الرمز الثاني وهو أن يرى الرائي أنه هناك شخص ينظر له من الشباك ويتكرر معه هذا الشيء، أو ينظر له من تحت الباب، أو يحاول يختلس النظر من أي شيء أو أي جانب من جوانب البيت، فهذا أيضا يدل على حسد وعلى عين واقعة على صاحب البيت. رقم 3 أن يرى الرائي فتحات في الجدار، يرى أن الجدار لديه فيه فتحات ومفتوح على الشارع ومفتوح على الآخرين، هذا أيضا يدل على الإصابة بعين أو حسد. أهم شيء تكون المنامات متكررة. أدقق على هذا الأمر حتى نكون قد أيقنا أنه هناك في إصابة روحانية أم لا. رقم 4 وهو أن يرى الرائي نمل كثير في المنام على الجدار، فهذا أيضا يكون متكرر معه، فهذا يدل على حسد في البيت ومشاكل في البيت وخلافات في البيت، وهذا سببها حسد. رقم 5 وهو الأحلام أو رؤية الرائي أن هناك نمل كثير في المطبخ ويتكرر لديه هذا الأمر، ويكون عنده في الحقيقة تعطيلات في أمور الرزق، فهذا أيضا يدل على حسد واقع عليه
الرائي ومتسبب له في تعطيله ومتسبب له في مشاكل في حياته كثيرة. النهاردة تكلمنا في حلقتنا الأولى عن 5 أحلام وعن أنواع الإصابات الروحانية، وال5 أحلام تدل على الحسد. وإن شاء الله انتظروني في الحلقة القادمة بإذن